بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل اللي بيشترك في القناة بينورني وبيدعمني وبيقف جنبي. ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده عاملين النهاردة سندوتشات هايلة جدا جدا جدا. حاجة كده تعتبر ببلاش، يعني عايزة اقول لكم كمية اللحمة عملت كتير جدا. معايا كيلو من اللحم، ومعايا نص معلقة من الثوم المفروم، وقرن فلفل حامي حسب الرغبة يعني، وبصلاية ونص أو بصلتين. معايا ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبهارات لحمة وبصل بودر وتوم بودر. هاخد كل البصل مع التوم مع الفلفل الحامي، ومعايا كمان كوباية من الزبادي. هضرب كل ده مع بعضه كده لحد ما يديني خلطة ناعمة قوي. هبدأ احط التوابل على اللحم واحط الخلطة بتاعتي اللي انا ضربتها كويس جدا وناعمة جدا. عايزاها، انا عملتها لوحدها عشان تكون ناعمة. معايا كوباية من البقسماط الناعم. لو عاملة نص كيلو هتعملي نص المقادير دي كلها. هنفضل بقى نعجن فيهم كده بطريقة عارفة يعني، كأنك بتعجني عجين. كأنك بتعملي عرق كده للعجين. هتعجنيها كويس جدا لحد ما تبقى في ايديكي عاملة بالمنظر ده وفيها خيوط متشابكة كده وأنسجة. او تضربيها في الكبة بقى يكون اسهل لك. هنجيب بقى ورقة زبدة ونرشها بمادة دهنية، زيت زي ما انا برش كده. هترشي زيت عليها وهتاخدي العجينة. لقيتها كبيرة قوي، لان المفروض احنا بنجرب في نص كيلو، بس انا كنت عاملاها قبل كده وعارفة انا محتاجة كمية قد ايه، فعملت الكيلو على بعضه. قسمتهم كده على 2 رول زي ما انتم شايفين. بتبرميها كويس كده وتتأكدي انها مبرومة، وما تدخليش الورق في النسيج بتاعها. هنلفها ونعملها زي البونبونايه كده. اعملوا لنا لايك بقى يا جماعه. الاكله دي مش قادره اقول لكم بتفرط قد ايه، بتوفر قد ايه، بتعمل سندوتشات طعمه ازاي. جميله جدا. ورقه فويل كمان علشان عايزاها رول مظبوط كده. وخلاص خلصت بقى الاولانيه كده، هعمل التانية كمان بنفس الطريقه. نجيب ورقه الزبده ونرشها بالزيت. ما عندكيش البخاخ بتاع الزيت ده، تجيبي اي فرشه وشويه زيت وتدهنيها كويس، بس شويه زيت كويسين علشان لما تيجي تفكيها وهي متلجه ما تبقاش الورقه لازقه فيها. زي ما انتم شايفين كده هتتلف كويس جدا، وبنفس الطريقه اللي عملنا بيها الجزء اللي فات هنعمل الجزء ده. هنلفها في فويل برضو، وهنشيلهم في الفريزر لتاني يوم. يعني احنا كده مهمتنا خلصت النهارده، يعني هتعملوا الاكل على مرتين، مش هتتعبوا. هنجيب بقى بولة كبيرة ونحط معلقة من السكر ومعلقة من البيكنج باودر صغيرة، ونص معلقة من الملح وكوباية من الزبادي. عبوة كده من الزبادي. معايا كوباية من اللبن، ومعايا كيس خميرة فورية. يعني لو عندك الخميرة الفورية كتير مش أكياس كده، ممكن تاخدي معلقة كبيرة. هتسيبيها عملت فوم جميل جدا زي ما انتم شايفين. وانا ناخلة 6 كوبايات من الدقيق. المقدار كان 3 كوبايات، تقدري برضو تنصصيه. انا عملته 6 كوبايات عشان محتاجة كمية اكبر. وبصراحة الدونر ده يا جماعة بتقدري تسيبيه في الفريزر زي ما انت عاوزة. بتسوي منه جزء جزء، بيبقى حاجة كأنك رميتيها في الفريزر كده. وقت ما بتعوزيها بتلاقيها. تقدري بقى ما تعجنيش العيش وما تعمليهوش في البيت خالص وتشتريه جاهز من بره، مفيش مشاكل. ممكن الكايزر المدور، ممكن الشامي تقطعيه نصين وتعمليه سندوتشات برضو بنفس الطريقة. مسكت العجينه بقى بتاعتي وحطيت لها ميه لحد ما لمت نفسها كده. طريه شويه، بتبقى طريه عن الطبيعي شويه. حطيت 3 معالق بالظبط من الزيت، او اكتر شويه، يعني ممكن اكون حطيت اكتر شويه، بس انا عملتها قد ايه، اقل من ربع الكوبايه كده بحاجه بسيطه. لميت العجينه وعجنتها كويس جدا على الرخامه زي ما انتم شايفين. هدهن بقى البوله بتاعتي زيت من جوه، وهحطها تخمر براحتها خالص. وادهن الوش بالزيت كده علشان ما ينشفش، واغطيها لحد ما تخمر وتديني بقى الخمر بتاعها الحلو كده. زي ما انتم شايفين اختبرتها اهي. هرش بقى شويه دقيق على اي سطح كده، صينيه او اي حاجه. وهنعمل كرات العجين زي ما انتم شايفين كده، كلها قد بعضها، قد البضايه كده او اكبر شويه.
علشان تعمل لي الرغيف الكايزر المدور اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو. هنقطعهم بقى كلهم زي بعض كده. العجينه حلوه جدا في ايديا يا جماعه. رشيت بقى شويه دقيق عشان لما اغطيها بالفوطه الفوطه ما تلزقش في العجين. هبدا اعمل بقى الصوصات بتاعتي والسلطات. معايا كاتشب ومايونيز ومستردة. هحط التلاتة على بعض بيعملوا ميكس صوص كده جميل جدا، طعمه حلو قوي. معاكي اتنين بس، يعني ممكن مثلا مايونيز وكاتشب بس، ممكن مستردة وكاتشب بس، ممكن مستردة ومايونيز حسب الطعم اللي هتحبيه، بس الميكس مع بعضه عامل طعم هايل جدا. هنبدأ بقى نجيب الكباب الدونر بتاعنا. الأكلة دي تركية ومشهورة جدا هناك يا جماعة. هتجيبيها بقى وهي متلجة كده طالعة من الفريزر ما تفكش ثواني، وسكينة حامية جدا. أنا كنت سنة السكاكين علشان الأكلة دي مخصوص، لازم سكينة حامية جدا. الحتة الأولانية كده طالعة مخرمة زي ما انتوا شايفين. عديتها بقى وبدأت بقى أقطع. مسكت بالفوطة بصراحة علشان متلجة جامد ومسكتها صعبة قوي، بتتلج على الإيد جامد. زي ما انتوا شايفين بقى تقطعيها ترانشات رقيقة جدا برفع كده اللحمة الباردة. زي ما انتوا شايفين كأنها قطعة لحمة متماسكة مع بعضها وانتي بتقطعيها، بس رقيقة جدا. ليه؟ علشان سواها سريع جدا. هتقطعي الكمية، الجزء الواحد عمل لي كمية كبيرة جدا من السندوتشات، واتبقى كمان شوية زيت بقى بساط جدا زي ما انتوا شايفين كده في اي مقلاية. وهبدأ احط الدونر بتاعي وهو متلج كده برضو بتلجه على طول، بياخد وش وبيستوي. هنبدأ نحطه نقلبه على الناحية التانية كده واطلع على طول. مش بياخد 5 دقايق ولا 3 دقايق حتى. عامله بقى بطاطس محمره ومقطعه طماطم وفلفل اخضر وبصل واي خضار بقى انت تحبيه، اي تزويده تحبيها. تجيبي الجبنه الشيدر المربعات وتسيحيها عليها. خلصت السلطات بتاعتي والاضافات. العجينه بتاعتي خمرت بقى تاني مره. هبدا اقطع فيها كده. مش محتاجة فرادة ولا حاجة والله يا جماعة. العجينة سهلة وطرية وجميلة جدا وبتتفرد لوحدها. بتعمليها بسمك معقول زي ما انت شايفة كده، وبحجم الرغيف اللي احنا عارفينه. زي ما قلتلك مش لازم لو انت مضغوطة مش لازم ابدا تعملي العجينة. انا كنت فاضية يومها وبحب اعمل العجينة دي وبتبقى سهلة عليا. ممكن تشتري العيش جاهز وخلاص وهتديكي نفس النتيجة برضو. كل ده وانا لسه ما حطيتش على النار. انا بقول لكم كل الحاجات والصعوبات اللي قابلتني. في صعوبات قابلتني في التسوية هقول لكم بس في وقتها. زي ما انتم شايفين كده. لو لسه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي يا جماعة اعملوا لنا لايك. انا بفكركم اهو علشان الاكلة دي بصراحة هتعجبكم جدا، وكمان اللايك بيرفع الفيديو. انا جربت بقى في صينية من صواني البيتزا بتاعتي القديمة كده وحبيت اسوي فيها. ما فلحتش معايا قوي. فجبت حاجة زي الجريلا كده او صينية برضو او مقلاية تيفال زي ما انتم شايفين. نجحت لي المشروع بتاعي وعملت العيش كويس جدا وبيتفتح من النص اهو زي ما انتم شايفين. هحط الصوصات بتاعتي بقى واحط طبقة من البطاطس. مش عايزة بطاطس مفيش مشاكل خالص. انا كنت بدعم السندوتش كده عشان يشبع. بتحطي بقى 5 حتت 6 حتت زي ما انت عاوزة، او 6 قطع زي ما انت عاوزة. وبتحطي الخضار اللي انت عاوزاه. في بيحب البصل، في ما بيحبش، في بيحب الطماطم او لا. هتعملي السندوتش بتاعك لكل واحد زي ما يحلو له يعني. الصوص بيدي طعم حلو جدا. الخضار بيدي طعم جميل. البطاطس بتدعم السندوتش زي ما قلتلك. بتحطي كمية وانتي ما انتش يعني ما بتهدرش. بالعكس لا، ده هي عشان قطعة رقيقة جدا كأنها قطعة واحدة.
تعمليها بقى وتقدميها بشكل جميل كده مع اي مشروب يحبوه او عصير. حاجة تحفة جدا، مش قادرة اقول لك جمالها عامل ازاي. برضو اعملوا لنا لايك لو لسه ما عملتوش لايك يا جماعة، واعملوا لنا سبسكرايب واعملوا شير على الاكلات الحلوة دي. زي ما انتم شايفين والله طعمها هايل. لازم تقومي دلوقتي تبعتي تجيبي لحمة مفرومة، او لو عندك تطلعيها وتعجنيها وتشيلي وتعمليها رول وتعمليها اكلة لبكرة ان شاء الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم.